ازيكم؟ أنا رامي وده الجزء الأول من الكورس اللي هنتكلم فيه عن البلاد جازز، بعيد عن تعقيد الكتب والكلام الأكاديمي الممل، وبشوية رسومات بسيطة نحاول نفهم الدنيا. أول حاجة، يعني إيه بلاد جاز؟ البلاد جاز أو تحليل الغازات ده عبارة عن تحليل بيدينا صورة سريعة للبيشنت ريسبيراتوري وميتابوليك والأسيد بيز ستيتس بتاعته. يعني إيه برضو؟ ده معناه إن هو هيدينا صورة سريعة للأورجانز اللي بتجيت انفولفد في العملية اللي بتنظم الحاجات دي. طب هي إيه الأورجانز دي؟ أول حاجة اللونجز، والمسؤول عن تنظيم ال CO2 واللي هو يعتبر حمض، وعن طريقه الجسم بشكل سريع يقدر يطرده من الجسم فيخفف من الأسيديتي بتاعته، أو يحوشه في الجسم فيزود الأسيديتي بتاعته. تاني حاجة هي الكدني، واللي عندها قدرة إنها تكسكريت أو تابسورب البايكارب والاتش ايونز. طب البايكارب ده حمض ولا قلوي؟ هو قلوي. تالت حاجة بتشارك في التنظيم هي البفر سيستم، وده بيكون في الدم، واللي بسرعة وفي لحظات ممكن يقدر يتخلص من الاتش ايونز عن طريق إنه يحول ال HCO3 ل H2CO3، واللي بعد كده بيقدر يتفكك ل H2O وثاني أكسيد الكربون. الجسم يقدر يخرجه عن طريق الرئة أو العكس، وعن طريق ده الجسم بيقدر يتحكم في ثواني في الحامضية بتاعته أو القلوية بتاعته بشكل سريع جدا. رابع حاجة وهو الليفر، واللي بيقدر يحول اللاكتيت لبايكارب. خامس حاجة والأخيرة وهي الجي اي سيستم، واللي عن طريقه ممكن نتخلص من ال HCl عن طريق الفوميتنج، أو تفقد بايكارب عن طريق الدايرية. طب ده هيفرق في إيه معانا؟ هنعرف كمان شوية. طيب العيان اللي قدامك أنت محتاج تعمل له ABG ولا VBG؟ ال ABG هو الارتيريال 1 وال VBG هو الفينوس. طب احنا محتاجين نعمل انهي واحد فيهم؟ طيب زي ما قلنا ان ال ABG بيتسحب من الشريان وبيكون ادق في قياس الاكسجين، انما ال VBG بيتسحب من الوريد، هو بيكون اسهل واقل وجع للعيان، وبيكون كافي بشكل كبير في حالات كتيره انك انت بتقدر تقيس منه الحموضه ال pH بتاعه الدم، وتقدر تشوف منه ثاني اكسيد الكربون كمان. طب قبل ما ندخل في التفاصيل دي، انا امتى محتاج ان انا اصلا اعمل بلاد جاز؟ امتى محتاج ان انا اعمل ال ABG او ال VBG؟ يعني انا قدامي 10 عيانين، ليه اخترت العيان ده بالذات وطلبت له بلاد جاز؟ بنطلب البلاد جاز لما يكون قدامك sick patient، بس المقصود ب sick patient يعني مثلا جاي لك breathless او collapsed او query sepsis. وهنا احب اشاوت اوت للكورس بتاع السبسز اللي عملناه من فترة، هتلاقوه في اللينك في اول كومنت. رابع حاجه ممكن عيان زي الدي كي اي، من الاخر اي مريض شاكك ان هو عنده مشكله في الاورجنز اللي هي ممكن تكون انفولفد في الاسيد بيز بالانس، زي الكدني او اللونجز. يعني اي مشكله ميتابوليك او اي مشكله ريسبيراتوري، ده ببساطه هيعرفني انا محتاج ادي للمريض ايه. محتاج اديله اكسجين، طب هو بيريتين CO2، ولو فضلت اديله اكسجين كمان هيجمع CO2 اكتر واكتر. الحل هنا هيكون ان انا اوقف اكسجين. طب هو العيان مشكلته مثلا اوكسجينيشن ولا مشكلته فنتيليشن؟ نيجي بسرعه سريعا ايه الفرق ما بين الاكسجينيشن والفنتيليشن. الاكسجينيشن يعني نقل الاكسجين من الالفيولاي للدم، وبالتالي هتعتمد على كميه الاكسجين اللي بيوصل للرئه وكفاءه الالفيولاي والعدد الباقي منها اللي قادر يشتغل. اما الفنتيليشن وهو قدره الرئه بتاعتك على انها تخرج ثاني اكسيد الكربون وتدخل الاكسجين، عمليه تبادل الغازات، وده هيعتمد على معدل التنفس وكمية الهواء اللي قادر يدخل ويخرج وانت قاعد ريلاكسد خالص في النفس الواحد، واللي بنسميه تايدال فوليوم. لذلك مشكلة مثلا مريض النمونيا انه مش قادر يدخل اكسجين في جسمه فبنديله اكسجين، انما مريض السي او بي دي مشكلته انه مش قادر يخرج ثاني اكسيد الكربون من جسمه، فهو بالاساس مش محتاج اكسجين، هو محتاج حد ياخد ثاني اكسيد الكربون الزيادة اللي موجود في جسمه. طيب احنا عملنا دلوقتي البلاد جاز سواء اي بي جي او في بي جي، هنشوف فيه ايه؟ هنشوف البارامترز اللي بتكون موجودة فيه واللي لازم عيني تيجي عليها، لان هو ممكن يكون فيه اكتر من بارامتر، بس فيه الحاجات الاساسية اللي لازم اكون باصص عليها، واللي هي ال pH وال PCO2 وال HCO3 واللاكتيت وال PaO2 في حالة ان انا عامل ABG. هنا هنكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من الكورس اللي بنتكلم فيه عن البلاد جاز. لو وصلت هنا ما تنساش تعمل لايك وتشارك الكورس ده مع حد ممكن يكون محتاج في الطوارئ. باختصار للي قلناه بقى، اطلب تحليل الغازات لو المريض شكله مش مريحك من حيث معدل التنفس، طريقة التنفس، شكله انه ممكن يكون سبسز، شاكك ان هو يكون دي كي اي الى اخره. ده هيفرق تماما في التريتمنت بلان بتاعتك. في الجزء الجاي هنتكلم عن 3 بارامترز الاساسيين في اي بلاد جاز وازاي نفهمهم كويس ونانتربريت الداتا دي. سلام.